ووالله إن المرء لا يستحيي أن يكذب ولو كان الكذب حلالا، كما قال جبل من جبال العلم والحفظ رحمة الله عليه وكان أميرا للمؤمنين في الحديث: والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت، لأن الكذب يزري بالمروءة. وكان من وقعت من أحدهم كذبة عرف في ذلك في وجهه واجتنبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحدث لله رب العالمين توبة صادقة. إن الله رب العالمين لا يتعبد بالكذب ولا يتعبد بالافتراء، لا يتعبد الله رب العالمين بالبهتان، والأمة لا تخرج مما هي فيه بالكذب على المسلمين وبالافتراء على المؤمنين وبالإساءة إلى أهل العلم، فإن هذا يزيد الطين بلة ويؤدي إلى مزيد من الضلال، وما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته.